بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مدام سونيا من قناة بيلا تشانل. النهاردة أنا هعمل لكم الأكلة دي، يعني هي أكلة خفيفة وأكلة شعبية. آه، كلنا بنحبها، يعني الشعب المصري أصلا بيحبها. هعمل لكم شوربة العدس والكشري بالأصفر اللي بالرز وطبق السلطة، وأنا عاملة جنبه فرخة مشوية. فكده إيه، يعني يا رب الأكلة بس تعجبكم، ونخش مع بعضينا كده ايه على المطبخ ونشوف ايه هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي مكونات الشوربة. ده العدس بتاعي انا غسلاه، وده كده الطبق اللي فيه طماطمتين صغيرين او واحدة كبيرة، بصلاية، راس توم، راس توم صغيرة مش كبيرة، وجزراية برضو كبيرة او اتنين صغيرين. ومعانا التوابل: كمون، ملح، لورا، واتنين مكعب مرقة. هنروح على البوتاجاز وهوريكم هنعمله ايه، واستنوا معايا للاخر عشان التكه في اخر الشوربه بعد ما بتخلص. تكه الشوربه بتاعتي دي في هتشوفوها في اخر الفيديو خالص. خليكم معايا كده، هنطلع على البوتاجاز نحط الحاجه. كده حطيت الميه على البوتاجاز، وادي ال- العدس بتاعنا، وهحط عليه التوابل اهي. شيل بس الورقتين الماجي دول، التوابل بتاعتي، وهحط عليه مكعبات المرقه. لو عندكم كرفس، انا بصراحه عندي بس ما عرفتش اطلعه من الفريزر، عود كرفس كمان بيديله طعم حلو قوي. هجيب بقيه الحاجه بس عليه دول كده المكعبين، ثواني، وهنزل عليه بكل الحاجات دي مره واحده كده، وهغطي عليه كده غطا يا روجا. بس نهوي شويه لان هو بيفور، العدس بيفور، فده بنسيبه ايه مهوي شويه. في حله تانية هعمل الكشري. حطيت هنا نقطتين زيت، حطيت الزبده، هنزل عليهم الرز. انا هعمل الكشري اللي هو بالعدس، مش الكشري التاني. بس انا العدس بيستوي اوام قوي قبل الرز، فهنزل بالرز الاول ياخد غلوه، ومع اول غلوه هنزل العدس عشان العدس بعد كده بيتهرى في قلبه. شوحه الاول، وهحط له برده 2 مكعب مرقه بيدوله طعم طبعا. ما بحطش الملح دلوقتي غير بعد ما بحط العدس والميه عشان ادوب. كده هنزل عليه بالميه، احط له ملح بسيط على بال ما ندوب. احط الرز، اول ما هيغلي هاجي نازله عليه بالعدس. الرز اهو غلي بس ما استواش طبعا. هننزل عليه بقى ايه بكميه العدس اللي عندي. خلوا بالكم ان العدس بيتهرى اوام، يعني الرز بيغيب شويه اكتر من العدس، فما بيبقاش له ملامح. وانا عايزه العدس بتاعي يبان اهو، بصوا كده.
شويه ملح. نغطي عليه. هنا الشوربة بتاعتي استوت. كده هبتدي اضربها بالهاند بلندر بحيث انها تبقى ناعمة. عايزين تضربوها في الخلاط براحتكم، بس هي كده كويسة. على العدس بعد ما ضربته بالهاند بلندر او زي ما انتوا عايزين يعني في الخلاط ماشي. دي زبده انا هحط لها بس نقطه زيت عشان ما تتحرقش. هسيحها وهوريكم بقى هعمل ايه في العدس دلوقتي. جربوه بطريقتي، ريحته جميله وطعمه بيبقى احلى ان شاء الله يعجبكم. بقى هحط بقى كمون عليه وهحمر الكمون. لازم تحسوا ان ريحه الكمون طلعت، يعني يتحمر يتحمر يطلع ريحه. ممكن بس شويه كمان. طبعا والزبده دي بتبقى هي الماده الدهنيه اللي احنا بنحطها على العدس. طبعا الزبده مش سمنه، الزبده تبقى احلى كتير في الشوربه من السمنه. اهي ريحته بدات تطلع. هنزل بيه على العدس وشموا الريحه بقى. دي الشوربه بتاعتنا اهي خلصت، هنغرفها وهوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقى ده اكلنا بعد ما غرفناه. بصوا طبعا اكله جميله تفتح النفس، مغذيه في الشتاء. طبعا كلنا عارفين فوائد العدس، وطبعا مش هقول لكم هو طبعا على فوائده، كلنا بنحبه. ودي الاكله الشعبيه بتاعت الشعب المصري، ومش مكلفه طبعا، بس تتعمل طبعا يعني انتوا شفتوا الطريقه، يا رب تكون عجبتكم. طريقه سهله مبسطه جدا، ما فيهاش اي حاجه وبتخلص اوام. يعني تخشوا المطبخ في نص ساعه تكونوا طالعين، لان العدس دلوقتي بيتحرق اوام قوي، يعني بيستوي بسرعه فظيعه. اللي عايز طبعا يعمل جنبه فراخ ماشي، مش عايز طبعا مش مشكله. دي اكله يعني كامله. ممكن تحطوا مواسير في العدس وانتوا بتسلقوه، تسلقوا يتعمل على شوربه المواسير لو انتوا مش عاملين جنبه اي حاجه بروتين. وعموما هو كده ولا كده اكله جميله. وطبعا عملت جنبه طبق الرز ده، بس رز بالعدس الاصفر اللي هو الكشري، وطبق السلطه طبعا. وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. اتفضلوا معانا. يا رب تكون اكلتي عجبتكم ويكون كده الفيديو خفيف عليكم. وما ننساش اللايك والسبسكرايب للي داخلين عندي جديد، وشكرا للي بيدعموني واللي داخلين عندي. طبعا انا بشكرهم، واهلا بيكم في قناتي. ان شاء الله هقدم لكم اكلات جميله وسهله وبسيطه ومش مكلفه، لان دلوقتي الزمن اللي احنا فيه ده مش عايز اي حاجه مكلفه بصراحه. فان شاء الله كده اكلاتي تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو اخر، واقول لكم باي باي.